السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعيني الأعزاء، متابعين قناة عيشها صح، في فيديو جديد معانا وهو عن الأتاكسيا، وهو اضطراب التوازن لما الجسم يفقد توازنه أو إيقاعه. النهاردة إن شاء الله هنعرف يعني إيه الأتاكسيا، وهي ببساطة شديدة هي اضطراب في التناسق الحركي يفقد فيه الشخص قدرته على التحكم السلس والمتناسق في الحركة رغم أن عضلاته نفسها قوية وسليمة. يعني الأتاكسيا هنا بنقول إنها مش مرض بحد ذاته، لكنها عرض لمشكلة عصبية في المخ أو المخيخ أو الحبل الشوكي أو الأعصاب الطرفية. يعني الشخص بيبقى قادر يحرك عضلاته لكن الحركات بتبقى مش منظمة، زي اللي بيمشي عند يعني في حالة يعني زي اللي بيمشي سكران أو مش متزن. المسؤول عن التناسق الحركي بتاع جسمنا إيه هو؟ وهم هنا بنقول ان هم ثلاث اجزاء، وهم المخيخ والجهاز الدهليزي اللي هو الفيستيبولار سيستم، والبروبريوسبشن الحس العميق من العضلات والمفاصل. اي خلل في اي احد من الثلاثه دول بيسبب انواع مختلفه من الاتاكسيا. المخيخ هو الاكثر ارتباطا بالحاله لانه هو اللي بينظم ايقاع الحركه، وزيه زي المايسترو في الاوركسترا كده. الاتاكسيا هنا بنقول انها ثلاث انواع: السيربيلر اتاكسيا اللي هي بسبب تلف في المخيخ زي ما قلنا، والسنسوري اتاكسيا هي بسبب تلف في الاعصاب الحسيه او العمود الخلفي للحبل الشوكي، ورقم ثلاثة الفيستيبولار اتاكسيا وهي بسبب خلل في الجهاز الدهليزي بالاذن. السيربيلر هنا بيخلي المريض في حالة ترنح، عنده نطق غير واضح وصعوبة في تقدير المسافات. السنسوري اتاكسيا دي بيكون المريض بيمشي بصعوبة في الضلمة لأنه بيعتمد اعتماد كلي على النظر. الفيستيبولار طبعا من أعراض الفيستيبولار اتاكسيا الدوخة الشديدة وغثيان وفقدان للاتزان. ليه بتحصل الاتاكسيا طيب؟ أولا ممكن تحصل بسبب جلطة أو نزيف في المخيخ، تحصل بسبب إصابات الرأس أو الحبل الشوكي، أو أمراض وراثية زي الفريدرايك أتاكسيا، والتهابات أو عدوى فيروسية، وأورام أو ضغط على المخيخ، وتسمم بالكحول أو أدوية معينة. دي كلها من الأسباب اللي بتؤدي إلى حدوث الأتاكسيا. الأتاكسيا ممكن تكون حادة ومؤقتة زي بعد جلطة، أو مزمنة وتقدمية زي في الحالات الوراثية. إزاي نعرف إن المريض عنده أتاكسيا؟ أولا من خلال الأعراض الحركية، زي أشوف المريض عنده ترنح أثناء المشي، حركات غير دقيقة باليد أو الرجل، رعشة أثناء الحركة، ضعف أو التوازن وصعوبة الوقوف. أعراض تانية زي صعوبة في الكلام الديسأرثريا، ورقرقة العين اللي هي حركة العين بشكل غير منتظم اللي هي النستجمس. المريض بيظهر كأنه بيفقد التحكم في الحركة وممكن يقع بسهولة أو يصطدم بالأشياء بسهولة. إزاي بنشخص الأتاكسيا؟ أولا من خلال الفحص العصبي الكامل، من خلال اختبارات التوازن والمشي، الام ار اي اشعه الام ار اي للدماغ او المخيخ، تحليل الاعصاب الطرفيه من خلال الرسم العصب ورسم العضلات، فحوصات وراثيه وتحاليل دم عند الحاجه. الطبيب بيحدد هل السبب مخيخ ولا حسي ولا دهليزي عن طريق الملاحظه والاختبارات المتخصصه. العلاج الطبي للأتاكسيا يكمن في علاج السبب الأساسي زي اللي هي الجلطة، إذا كان سبب الأتاكسيا دي جلطة أو ورم أو عدوى، أدوية لتحسين الأعراض زي أدوية لتقليل الرعشة ومضادات دوار، ومكملات غذائية في الحالات الناتجة عن نقص فيتامينات. العلاج هنا بيعتمد على نوع الأتاكسيا وسببها، مفيش دواء سحري يرجع المخيخ زي الأول طبعا، لكن التحكم في السبب بيمنع التدهور. العلاج الطبيعي هنا دوره مهم جدا ودور رئيسي في عدم تدهور الحالة زي ما قلنا، وفي الحفاظ على مستوى الحالة بشكل يتناسب مع وظائفه الحركية اليومية. هنا دور العلاج الطبيعي دور كبير في تمارين التوازن من البالانس والكوردينيشن تريننج، وتمارين المشي والتحكم في الاتجاه، تمرينات للعين والرأس الفيستيبر، ودي تمارين الفيستيبرال ريهاب اللي اتكلمنا عنها في فيديو قبل كده، تدريبات التنسيق بين اليد والعين،
تمارين الكور اللي هي الكور ستابيليتي. هنا العلاج الطبيعي هو الركيزة الأساسية لتحسين الأداء الحركي في الأتاكسيا، وبنشتغل على إعادة تدريب المخ والجسم على التحكم الحركي باستخدام تمارين متدرجة. التأهيل مش بس حركي، محتاجين الدعم الأسري والمجتمعي، محتاجين جلسات علاج وظيفي لتحسين المهارات اليومية، كمان بيحتاج المريض لعلاج نطق إذا كان في صعوبة في الكلام، وتدريب الأسرة على المساعدة الآمنة. المريض محتاج فريق متكامل: طبيب، أخصائي علاج طبيعي، علاج وظيفي، نطق، وأخصائي نفسي. نرجو لمرضانا ونأمل من الله الشفاء لجميع مرضانا. وبكده نكون انتهينا من فيديو النهاردة، نرجو أن نكون أفدناكم، وإلى أن نلقاكم إن شاء الله في فيديو آخر من قناتكم عيشها صح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.